محسن حمدي رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء. مساء الخير يا سيادة اللواء. سيادة اللواء. الو. مساء الخير يا فندم. مساء النور. التليفون في حاجة، أنا مش سامع حضرتك كويس. أنا سامعك كويس بس يمكن العيب بقى من حاجة تانية، التكنولوجيا الحديثة. طيب معلش سيادة اللواء، رأي حضرتك إيه في الأزمة المثارة الآن حول تيران وصنافير؟ ليس لها أي لزوم ولا تستند إلى أي وثائق ولا أي رسائل أو أي إعلانات رسمية، ولا داعي لها لأنها لا تعالج ولا تشرح شيء بل تزيد البلبلة، والبعض بيتخذها كركيزة للمبالغة دون علم ودون وقائع مسجلة ودون سؤال حتى المختصين. يعني كمثال مثلا ترددت أكثر من مرة في حتة أكثر من قناة أسيلت دماء وقتال حول هذه الجزر. لم يحدث يا فندم ان احنا سمعنا ان في دماء وقتال حول هذه الجزر، ما حصلش. بيجيبوا الكلام ده منين يا فندم؟ الادعاءات دي خطيرة جدا واحنا في موقفنا الحالي في مصر. هذه لا تساعد، هذه تهدم وتعوق وتشكك، والناس اللي قاعدة في بيوتها والشباب الجديد والناس البواب واللي قاعد في القهوة بيسمع الكلام ده بيتأثر وممكن يصدق. منتهى الخطورة يا فندم. يجب أن نحتاط ونحترس وننتظر ونصبر. كل ده هيتوضح يا فندم، وتوضح فعلا اوريدي، وهيتوضح أكتر وأكتر وأكتر بالوثائق وبالمراسلات وبالقانون وبالتاريخ. طب يا سيادة اللواء، حضرتك كنت رئيس اللجنة العسكرية التي أشرفت على انسحاب إسرائيل من سيناء. نعم. لماذا لم تتم إعادة تيران وصنافير في ذلك الوقت بعد انسحاب إسرائيل إلى المملكة العربية السعودية؟ ليه رجعوا لمصر تاني؟ مش مسألة رجعوا لمصر يا فندم، ده الكلام ده بدأ منذ سنة 1950. السعودية وقتئذ لاحظت أن هناك تصريح صدر من أحد أعضاء الكنيسة الإسرائيلي بيقول احنا بنعدي كده في المضيق لاحظنا ان في جزيرتين ليس عليهم علم اي دولة، فانا بقترح يا اسرائيل دول المفروض بيسيطروا على المضيق اللي بيخش لنا لحد ايلات. هنخشى ان حد يجي يحتل الجزر يأثر على هذا المضيق، فمن فضلكم انا بقترح نروح نحتلها. هذا التصريح من هذا الاسرائيلي وقتئذ اثار لدى السعودية الشكوك والتخوف على جزرها، بكرر على جزرها تيران وصنافير. فاتصلت بالجانب المصري من فضلكم بالبلد كده الحقونا زي ما احنا قلنا لهم الحقونا، ودي حاجة ما نختشيش منها. الحقونا لما احنا ازمتنا الشخصية زادت عن حدها. ايه الحقونا دي؟ من فضلكم حصل كذا كذا تصريح كذا، نخشى ان حد يخش يعتدي على الجزيرة. اذا كان ممكن تأمنوا هذه الجزر لمصلحتنا قوي قوي، مصر استجابت فورا وقررت ارسال عنصر حدود يتواجد على جزيرة تيران بحيث يمنع ما يمكن ان يحدث من الراجل الاسرائيلي ده الحلم اللي بيحلموه يروح يجي يحتل جزيرة. اذا انا بعت عنصر استجابة لطلب السعودية صاحبة الجزيرة، واللي ما كانتش طلبت مننا كانت بعتت هي من عندها. نرجع نقول دي جزر مصرية، نفرط في الجزر ازاي؟ نبيع جزرنا ازاي؟ نبيع رملنا ازاي؟ ده كلام يا جماعة ما يصحش، عيب قوي قوي قوي، ما يصحش ابدا، ما يصحش ابدا. طيب سيادة اللواء، الناس خارجة دلوقتي وناس متخصصة في الدراسات وناس مؤرخين وناس عندها خرايط وخارجة بتقول كلام عكس كل اللي حضرتك بتقوله، وبتقول ان دي جزر مصرية وان دي الخرايط المصرية من زمان، وان لا ما ينفعش ان احنا نتكلم كده، وان اللي يتنازل عنها ده رجل خاين وغيره وغيره وغيره. رأيك ايه؟ الخرايط دي يا سيدي العزيز من فضلك، هل هناك اعلان او وثيقة او طلب او مراسلة او حديث اثبت ان مصر صاحبة هذه الجزر ورفعت عليها العلم وفي حيازتها وسيطرت عليها؟
منذ هذا التاريخ. لم يحدث. يعني العلم المصري ما ارتفعش على هذه الجزر ابدا؟ لم يحدث يا فندم طوال هذه السنوات ان احنا ادعينا. مصر لم تحدث، لا طلعت اعلان ولا عملت اتفاق ولا اصدرت كلام اطلاقا. احنا كان وجودنا هناك بنقطة حدود كموقف اداري بحت، اداري مش احتلال. كمان كلمة احتلال كتيرة. بناء على طلب العنصر صاحب الارض قال لنا يا جماعة والنبي امنوا الجزيرة للراجل بتاع اسرائيل ده بيقول لك هنروح نحتلها. طب ما رجعتوش ليه سنة 1990 يا سيادة اللواء؟ نرجع مين يا فندم؟ الجزر لما السعودية طلبت العودة. مين قال كده؟ ما حصلش. الجزر احتلت في 56. يا فندم 1990 حضرتك بتقول ان المملكة العربية السعودية بدأت تخاطب مصر لإعادة الجزر من سنة 50. لا من سنة 50. لا يا فندم، السعودية يناير 50 طلبت استرداد الجزر امتى من لا مصر؟ ما عنديش فكرة عن الموضوع ده. لا ما اعرفش. تمام. لا ما عنديش. تمام. سيادة اللواء محسن محمدي رئيس اللجنة العسكرية للإشراف على انسحاب إسرائيل من سيناء، بشكرك.